السلام عليكم، مرحبا بكم شهوات احمد. نتمنى يا ربي تكونوا كلكم بخير وعلى خير. اليوم غنوجد معكم واحد الدجاجه في المول ديال الكيك. غنبدا بسم الله. عندي هنايا عملت واحد البصله الخضاريه اللي ضفت ليها الخرقوم، البزار، سكينجبير، قزبر يابس، الملحه. ضفت ليه واحد المعلقه ديال الزيت حار، وضفت الزيت العود، وضفت الملحه، وضفت واحد شويه ديال الزعفران الحور وشويه ديال السمن، وشرملت به هذيك الدجاجه كامله من الداخل وعلى برا، ووضعتها في داك المول ديال الكيك وغندخلها للفران. طحنت واحد الفلفله حمراء خضراء صفراء، ووضعتها مع ديك الدجاجه في المول ودخلتها للفران طيب. هنايا عندي الكرنب اللي حكيت، اللي طحنته في ديك الاله وحكيت عليه خي الزوه. ضفت ليه الزبيب والقرقاع، وضفت لي كاس تاع العصير ديال الليمون. هنايا عندي بطاطا اللي سلقتها ودرت ليها لقامه، البزار، الملحه، شويه ديال القزبر يابس والزيت العود، وحكيت عليها الفرماج وغندخلها الفران. كنضيف شويه ديال العسل، ضفت شويه ديال العسل على ديك الشلاضه، واحد معلقه كبيره ديال دانون، ودابا غنوضعهم في هاد الزليفات. بعد ما خرجت الدجاجه دهنتها بشويه ديال السمن وصوص الصوجه، وعاود رجعتها للفران هي وبطاطا باش تحمر شويه. ودابا خرجتها من الفران. غنقدمها بالصحه والراحه، وغنقدمها في الطبق التقديم. كنضيف هذاك لاصوص اللي طابت فيه الدجاجه، وكنزينو بديك البطاطا اللي دخلت الفران، وكنقدموه بالصحه والراحه. وهذا هو الطبق ديالنا ديال اليوم ديال الغداء.